ارمي الموبايل ده من ايدك وخد نفس عميق عميق قوي وطلعه بالراحة. عارف اللي انت عملته ده؟ انت لسه حالا كنت موجود في الآن. النهاردة جايين نتكلم عن كتاب مكسر الدنيا، كتاب مش بس بيتحط على الرف، ده بيتحط على الجرح عشان يطيب. كتاب قوة الآن، The Power of Now. بص يا سيدي، احنا حياتنا عبارة عن ساندويتش بويز، شريحة عيش اسمها الماضي عمالين نندم فيها على اللي فات، وشريحة عيش تانية اسمها المستقبل عمالين نقلق فيها من اللي جاي، وبين الشريحتين دول في حتة جبنة صغننة قوي، هي دي الآن. واحنا للأسف بنرمي الجبنة وبناكل العيش الناشف ونقعد نشتكي من عسر الهضم النفسي. صاحبنا المؤلف هنا بيقول لك جملة مرعبة: أنت مش عقلك. تخيل، يعني الكلاكيت اللي شغال في دماغك 24 ساعة وصوت الراديو اللي ما بيفصلش وبيرمي عليك سيناريوهات سودة، ده مش انت، ده مجرد أداة المفروض تستخدمها وقت اللزوم وتركنها. لكن اللي بيحصل إن الأداة دي هي اللي بتسوقك وهي اللي مخلياك عايش في سجن من الأفكار. عارف يعني إيه تنوير؟ مش إنك تطلع نور من ودانك، لأ، التنوير هو إنك تدرك إن المعاناة كلها جاية من المقاومة. إحنا بنقاوم اللحظة، يا إما زعلانين على حاجة حصلت ومستحيل تتغير ماضي، يا إما خايفين من حاجة لسه ما جاتش وممكن ما تجيش أصلا مستقبل. والنتيجة إننا بنفقد الحاجة الوحيدة الحقيقية اللي نملكها، الآن. المحرر اللي جوايا بيقول لي لازم نوضح حتة مهمة. هل معنى كلامي إننا ما نخططش للمستقبل؟ لا طبعا، خطط يا سيدي براحتك، بس فرق بين الزمن العملي إني بظبط المنبه عشان ورايا شغل، وبين الزمن النفسي إني أقعد أعيط عشان حي في الشغل يضيع مني. الأول ذكاء والتاني تعذيب ذاتي ملوش لازمة. طب إزاي نهرب من سجن العقل ده؟ السر في المراقب، إنك تقف تتفرج على أفكارك وهي ماشية زي القطر، ما تطلعش تركب فيها. لو فكرة سودة جات لك قول لها أهلا يا فكرة، نورتي، وما تمشيش وراها. لما تلاحظ الفكرة انت كده بقيت الوعي اللي ورا الفكرة مش الفكرة نفسها. وعارف الألم اللي جواك ده؟ المؤلف بيسميه جسد الألم. ده زي وحش صغير بيتغذى على الأفكار السلبية، كل ما تفكر في الدراما هو بيكبر. طب نقتله ازاي؟ بالجوع. لما ترفض تديله أفكار سلبية وتعيش في اللحظة، الوحش ده بيكش ويختفي. خلاصة الكلام يا صديقي، الآن دي مش مجرد كلمة، دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تلاقي فيها سلام. لو انت ماشي في الشارع، شم الهوا، بص على الشجر، اسمع صوت رجلك على الأرض. ما تخليش عقلك يسرق منك اللحظة اللي هي حياتك فعليا. الحياة مش هي اللي هتحصل لما تخلص جامعة، ولا لما تتجوز، ولا لما تترقى. الحياة هي دلوقتي وانت بتسمعني، فياريت تستمتع بيها عشان اللحظة دي مش هترجع تاني. احنا عايشين في خناقة ما بتخلصش جوه دماغنا، وعشان نفهم الكتاب ده بجد لازم نعرف إن أكبر كذبة إحنا مصدقينها هي إن أنا هو أفكاري. تخيل لو أنت قاعد في أوضة وفيها راديو شغال طول النهار، هل ينفع تقول أنا الراديو؟ طبعا لأ، أهو عقلك ده هو الراديو، والوش اللي شغال فيه هو الأفكار. صاحبنا المؤلف بيقولك إن الأنا أو الإيجو هي اللي عاملة لنا كل المشاكل دي. الإيجو دي كائن طفيلي بيعيش على حاجتين بس، الماضي والمستقبل. هي بتكره الآن كره العمى. عارف ليه؟ لأن في لحظة الآن الإيجو بتموت، ما بيبقاش ليها دور. هي عايزة تفكرك دايما بوجع قديم عشان تحسسك إنك ضحية، أو تخوفك من مستقبل مجهول عشان تحسسك إنك مهدد. المحرر اللي جوايا بيقول لي لازم نضرب مثال البطة. المؤلف بيقولك بص على بطتين بيتخانقوا في ترعة، أول ما الخناقة تخلص كل بطة بتنفض ريشها وتطير في حالها وكأن مفيش حاجة حصلت. إحنا بقى كبشر لو اتخنقنا بنقعد ننفض ريشنا في دماغنا لمدة 20 سنة قدام. هو قال لي كذا وأنا كان لازم أرد بكذا. ده هو الزمن النفسي اللي بيدمر حياتنا. نيجي بقى للكنز اللي في الكتاب، جسد الألم، pain body. كلنا جوانا تراكمات من مواقف حزينة وصدمات قديمة، دي بتتحول لكائن طاقي مستخبي جوا جسمك. الكائن ده بيجوع، وعشان ياكل لازم يخليك تفكر في فكرة سلبية أو تدخل في خناقة مع حد بتحبه. أول ما تحس بضيق مفاجئ اعرف إن جسد الألم صحي وعايز يتغدى. طب الحل؟ المراقبة المحايدة. بص عليه وقول أنا شايفك وإنت بتحاول تضايقني. أول ما تركز عليه بنور وعيك بيفقد السيطرة عليك ويختفي. في حتة تانية متخصصة جدا في الكتاب وهي الاستسلام، surrender. الناس بتفهم الاستسلام غلط، فاكرين انه ضعف، لكن في قوة الآن الاستسلام معناه انك تقبل اللحظة زي ما هي. لو عربيتك عطلت في نص الطريق، الزعيق والخبط على الدركسيون مش هيصلحها، ده اسمه مقاومة. الاستسلام هو انك تقول طيب العربية عطلت، ده الواقع دلوقتي، اعمل ايه بقى عشان احل؟ الاستسلام بيخليك تتحرك بذكاء مش بغضب.
وعارف ايه اجمل حاجة؟ انك لما بتعيش في الآن بتكتشف حاجة اسمها الوجود being. دي الحالة اللي بتكون فيها صافي تماما، مفيش حكم على الاشياء، مفيش حلو ووحش، في بس دهشة. انك تبص الوردة وتشوف جمالها الحقيقي من غير ما عقلك يقعد يصنفها ويقول دي نوعها كذا وسعرها كذا. الخلاصة يا صديقي، احنا بنقضي عمرنا كله بنستعد للحياة، والكاتب بيقول لنا ان الحياة بدأت وخلاص وانت مش واخد بالك. مفيش لحظة في المستقبل هتكون اهم من اللحظة دي. السعادة مش محطة القطر هيوصل لها، السعادة هي القطر نفسه وهو ماشي دلوقتي حالا. انا مش عايزك تقرأ الكتاب ده بعقلك، انا عايزك تحسه بقلبك. اللحظة دي هي الوحيدة اللي حقيقية، الباقي كله خيال في دماغك، فعيشها صح وبلاش نكد. اشوفك الحلقة الجاية.